السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوتي يمنى، فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحة والعافية نتوما والاسرة ديالكم دائما في ضمن شهوات رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم بيتزا في الفران سائلة، دغيا تتوجد وتجي من اروع ما يكون. لاباط تجي مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت بواحد الحشوه اللي بنينه بزاف ما تشبعوش منها، واللي زوين في هذه البيتزا واخا تتبرد تبقى محافظه على ديك البنه ديالها. ندوزو ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير. تنتمنى منكم اخواتي تشجعوني بلايك الفيديو وتعليق زوين اللي تيفرحني بزاف، واي وصفه بغيتو نتقاسم معكم ديروها لي في التعليق، واكيد غادي نلبي الطلب ديالكم ان شاء الله. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله، واللي تتشوف القناه اول مره شارك بالضغط على الزر الاحمر ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروها هي لاباط. غادي نحضروها يا اما في كاس الخلاط اللي تنطحنوا فيه العصير او الضرب اليدوي ولا الهشوار، المهم اللي عندك ماشي مشكل. غنحتاج جوج بيضات نديروهم هما الاولين، وعندي نص كاس زيت الزيتون ديال العنبه، وممكن تكون مخلطه زيت الزيتون وزيت المائده. كاس كبير حليب دافي ما يعادل 240 ملل، وتنضيف حبه ديال الجبن مثلث اللي تعطي واحد اللذه لهاد لاباط تجي زوينه بزاف. وعندي معلقه صغيره السكر، معلقه صغيره خميره الخبز، معلقه صغيره الزعتر. نخلط هاد المكونات مزيان، واللي غيخدم بالطراب اليدوي غير يطرب مزيان او يطحنوا في الكاس ديال العصير. انا كنت شاركت معكم واحد لاباط اللي كان فيها ياغورت طبيعي، حتى هي جربوها بزاف البنات وعجبتهم. وهاد لاباط مختلفه ما فيهاش ياغورت، تنضيف فقط داك الجبن المثلث وتجي يا سلام. من بعد ما خلطت المكونات غادي نضيف الطحين. بالنسبه للطحين عندي 250 غرام. كما غتشوفوا انا ما غنستعملش هذا القياس كامل، غيبقى لي واحد شويه منه. نخلط مزيان وانا تنضيف الطحين شويه بشويه، ونضيف خميره الحلويات شاصي واحد، وطبعا ما نساوش الملحه اللي تتبقى على حسب ذوق كل واحد. المكونات راهم مضبوطين، غير ديروهم كما هما وغادي تحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. هذا هو الشكل الخليط من بعد ما خلطته مزيان وانسجمت المكونات مع بعضياتها. ما تيجيش خفيف بزاف، تيجي شويه ثقيل. شوفوا القوام ديالها كيفاش تيجي. ومباشره غادي ندوز نخويهم في القوالب اللي غادي نطيب فيهم، يعني ما غاديش نحتاج نخلي العجينه تخمر. وهنا تناخذ لي مولات العجين الحجم الصغير، ضروري ما ندهنوهم مزيان بالزبده ونرشوهم بالفينو. الفينو تيعطي لهم اللون زوين وتيجيو مقرمشين. نخوي فيهم الخليط بالتساوي. انا هذا القياس خرج لي 14 حبه. وفي هذه الوقيته شعلت الفران يسخن، ضروري ما يكون الفران سخون مزيان. وملي ندخل المولات نقص العافيه ونخليها غير مهيله من التحت، وملي تبدا تحمر لي من الجناب عاد ديك الساعه نشعل من الفوق. ياخذوا اللون ذهب خفيف ونخرجهم ندخلهم الفران حتى يطيب ليا لاباط. عاد ندوز نشارك معكم الحشوه ان شاء الله. كما تلاحظوا خرجتهم من الفران، عطيتهم غير واحد اللون ذهب من الفوق لانهم تحمروا ليا من التحت. ومباشره وهما سخان غادي نحيدهم للمول، كيتحيدوا بكل سهوله، تياخذوا واحد اللون محمر وتتجي لاباط مقرمشه، ما تجيش هكا بحال الكيكه، زوينه بزاف وهشيشه. غير جربوها غتولي معتمده عندكم، غتوليو تفضلوها على البيتزا العاديه، يعني من اسهل ما يكون. ودابا نخليوهم جانبا وندوزو نوجدوا الحشوه ان شاء الله.
بالنسبه للحشوه عندي معلقه كبيره د الزبده، نخليها تذوب ونضيف ليها ملحه على حسب الذوق، ونضيف ليها حك ديال الشامبينيون اللي قطعته، واللي متوفر عنده شامبينيون طري يكون احسن. نخليه يتقلى مزيان مع الزبده، ونضيف ربع معلقه ديال الابزار، ونضيف معلقه كبيره ديال الطحين او مايزينا، نخليه يتقلى مزيان مع الشامبينيون ويطيب. انا ما تسجلياش ملي ضفتها. ونضيف عليهم كاس كبير ديال كريمه الطبخ. بالنسبه لهاد الحشوه تجي لذيذه بزاف، وممكن ديروها بزاف د الحوايج بحال الكيش ولا بريوش. نبقى نحرك حتى يعقد شويه، وكما تتعرفوا البيتزا تتواتى مع الزعتر. العجينه فيها الزعتر، حتى الحشوه غادي نسمها بالزعتر. من بعد ما عقدت الحشوه وشدات راسها، نطفي عليها العافيه ونضيف الطون اللي تيكون مصفي ومفرتت، نخليها تبرد شويه ونعمر بها لاباط. وهنا عندكم الاختيار، ممكن تزيدوا معدنوس مقطع رقيق، ولا بلاصه الطون نديروا كروفيت ولا كفته ولا صدر دجاج. ممكن لكم ديروا اي حاجه تتفضلوها. صافي هنا نعمر لاباط بالحشوه. الحشوه ما تكونش كتيره باش في العضه ما تجينيش الحشوه اكتر من العجينه. صافي نستمر حتى نكملهم كاملين. ندير فوق منهم شويه الفرماج محكوك، اما موتزاريلا واما فرماج حمر اللي متوفر، ونزوقهم بسبولات، وممكن معدنوس مقطع رقيق على حسب اللي بغيتو. بغيت غير ندخل فيهم شويه د الخضوريه. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا السائله. كما تشوفوا بحشوه مختلفه تجي في المذاق ديالها يا سلام، زوينه شكلا ومذاقا كما تشوفوا. واللي زوين فيها تتكالو هي بارده، ومتاكده الا جربتوها غادي تستمتعوا بالمذاق ديالها. نتمنى فيديو وصفه اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.